قناة إسرائيلية تتجول في شوارع غزة. لو شاهدوا أطفالنا الفلسطينيين قناة إسرائيلية تتجول في شوارع غزة وطلبت أنها تعمل معهم لقاء، يا ترى كيف راح تكون ردود أفعالهم؟ خلونا نشوف. روح انت واسرائيل يعني. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. نعمل معك مقابلة للتلفزيون الإسرائيلي؟ لا. ليش ما بدكش تعملي؟ انتوا مع قناة الإسرائيل واحنا طبعا احنا غزاويين وما بنحبش إسرائيل. طيب احنا ملناش علاقة في الجيش، اعملي معنا المقابلة. لأنه برضك انتوا من قناة إسرائيل وإسرائيل هي اللي دمرت حياتنا. لا ما بديش. لا ما بدي انا. لا ما بديش انا. ليش ما بدكش تعمل؟ هيك يا عمو خلص. لا انا بديش بتكلمش مع اسرائيليين. بحبهمش أنا. بنحبهم احنا. بدناش نعمل معاهم. لا بحكي لكم. كيف حالك؟ الحمد لله. بدي اعمل معك مقابلة للتلفزيون الإسرائيلي عشان العيد. تلفزيون اسرائيلي؟ تلفزيون إسرائيلي. لا اسف شكرا. مقابلة للتلفزيون الإسرائيلي عشان العيد. لا ليش بدكش تعملي معنا؟ احنا مش اسرائيليين. السلام عليكم. السلام. كل عام وانتم بخير. والسلام. بدنا نعمل معكم مقابلة للتلفزيون الإسرائيلي. لا طبعا. طيب انت تعمل؟ اسرائيلي مرة واحدة. طيب عشان اليوم العيد اعملوا معنا. ليش اليوم العيد؟ والعيد لنا ولا لكم؟ نعمل معك مقابلة للتلفزيون الإسرائيلي عشان العيد. ماشي إسرائيل. ليش بدكش تعمل؟ عشان إسرائيل بقتلوا أجدادنا وأبونا وأمهاتنا. طب احنا ملناش علاقة في الجيش، احنا تلفزيون إسرائيلي. لا بدي أحكيش مع إسرائيل احنا. كيف حالك يا عمو؟ ايش اخبارك؟ تمام. كيف عليك؟ اسمي شهد بلبل. احنا اول شيء بنمزح معك، تمام؟ ليش ما رضيتش تعملي معاه؟ لأنهم يعني دمروا حياتنا وأشياء زي هيك يعني حبسوا أبهاتنا ويعني خربوا حياتنا وقصفوا المسجد الأقصى اللي بنروح دائما نصلي فيه ومنعونا إنه نفوت على القدس. في النهاية هذه قناة يعني إعلام، مش إنه وين المشكلة؟ يعني أنت شايفة مشكلة كبيرة إنه تطلع على قناة إسرائيلية وتيجي صورتك على قناة إسرائيلية؟ طب ما أنا من غزة، ليش أبين على قناة إسرائيل؟ ليش؟ احنا ما شاء الله عليك، احنا بنمزح معك بس بدنا نشوف كيف ردة فعلك. احنا بنمزح معك على فكرة، تمام؟ هو مش صحفي إسرائيلي، زميلنا صحفي فلسطيني، بس بدنا نشوف ردة فعلكم وشو رأيكم انه بترضوا تطلعوا على القناة الإسرائيلية ولا لا. بس بدي أعرف إيش السر، ليش أنت ما رضيتيش تطلع على القناة الإسرائيلية؟ عشان هم محتلوا فلسطين والقدس. بس النصرة